احنا النهارده هنتكلم عن سلسلة اوبو رينو 9 الجديدة، وهنتكلم عن اكبر هاتف في السلسلة وهو اوبو رينو 9 برو بلس. قبل اي حاجة احب ارحب بيكم، يا اهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناة موبي سي. احنا النهارده هنتكلم عن هاتف اوبو رينو 9 برو بلس. هنتكلم زي كل مرة زي ما احنا عارفين عن مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، المقارنة في اخر الفيديو. كل حاجة محتاج تعرفها عن الهاتف هنوضحها بالتفصيل، ولكن قبل اي حاجة ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل الجرس، ويلا بينا نبدأ الفيديو. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. نخش نشوف التصميم على طول، والصراحة يعني التصميم بتاع الهاتف ما عجبنيش خالص الصراحة. يعني هي وجهات نظر وكل حاجة، وممكن تصميم يعجبني وممكن ما يعجبكش، هي وجهات نظر واذواق، ولكن انا شايف التصميم تلش كده، يعني شكله تلش كده وحاجة كده مش سيمبل كده، شكله الصراحة بالنسبة لي مش لطيف. خامات الموبايل بتيجي من الازاز مع فريم من الالومنيوم. نشوف الشاشة، والشاشة هنا بتيجي بحجم 6.7 بوصة مع جودة فول اتش دي بلس وبدقة 2412 في 1080 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 394 بكسل لكل انش، والشاشة نوعها اموليد، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز، والشاشة طبعا بتدعم ال HDR10 بلس، وسطوع الشاشة 950 نتس. الشاشة هنا كويسة وهتاخد منها اداء كويس جدا، وكمان هتاخد منها تجربة في المشاهدة والألعاب ممتعة جدا، وده بسبب حاجات كتير، بسبب ان الشاشة اموليد، وكمان بسبب ال 120 هرتز، وكمان بسبب ان الشاشة بتدعم ال HDR10 بلس. كل ده هيخليك تاخد تجربة من الشاشة كويسة وممتعة جدا. هنا اوبو بتقدم معالج سناب دراجون 8 بلس جين 1 اللي بيجي بدقة تصنيع 4 نانو، وطبعا المعالج هنا معروف وغني عن التعريف، ويعتبر من اقوى معالجات الهواتف اللي موجودة في العالم حاليا. ده غير ان المعالج موفر للطاقة بشكل كبير جدا بسبب ال4 نانو. طبعا زي ما قلت ان المعالج يعتبر من اقوى المعالجات اللي موجودة في العالم حاليا، ان ما كانش هو الاقوى للهواتف. هتاخد من المعالج اداء كويس جدا في اي حاجة حرفيا ممكن تستخدمها. عد معايا بقى استخدام يومي، برامج تقيلة، العاب تقيلة، بص اللي انت متخيله في الهاتف المعالج هيشغله وبأداء اكتر من ممتاز. الهاتف هنا بيقدم نسختين، واحدة 256 جيجا مع 16 جيجا رام، والتانية 512 جيجا مع 16 جيجا رام، والهاتف مش بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي. الهاتف بيقدم 3 كاميرات خلفية، الأولى 50 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية وفيها تثبيت بصري، أما الكاميرا التانية فهي 8 ميجا بكسل ودي كاميرا ألترا وايد للتصوير بزاوية واسعة، والتالتة 2 ميجا بكسل ودي لعمل العزل. الكاميرا الخلفية في الهاتف تقدر صور بيها فيديوهات بجودة 4K بمعدل من 30 ل 60 فريم في الثانية، وتقدر صور بيها فيديوهات بجودة فول اتش دي بمعدل من 30 ل 240 فريم في الثانية. والكاميرا الخلفية فيها تثبيت إلكتروني وبصري أثناء تصوير الفيديو. كاميرا الهاتف الأمامية بتيجي 32 ميجا بكسل وبتصور فيديوهات بجودة فول اتش دي بمعدل 30 فريم في الثانية، وبرضه فيها تثبيت إلكتروني أثناء تصوير الفيديو. بطارية الهاتف هنا بتيجي بحجم 4700 ملي أمبير، بطارية كويسة وهتاخد منها أداء كويس جدا، لأن المعالج موفر للطاقة بشكل كبير جدا، بالإضافة لدعمها الشحن السريع بقوة 80 واط، تقدر تشحنها 100% في خلال 31 دقيقة فقط. الهاتف انت هتطلعه من العلبة باندرويد 13. الهاتف بيدعم NFC. الهاتف مش بيدعم منفذ السماعات، منفذ الشحن بيجي من نوع تايب سي، سماعات الجهاز تدعم الاستيريو. الهاتف بيدعم خدمات الجيل الخامس، الوان الجهاز هما الاسود والذهبي والبنفسجي والاحمر، والهاتف هنا بيدعم البصمة وموجودة في الشاشة. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالاضافة لاسم الموبايل اللي انت عايزه، وهتلاقي زر المقارنة في اخر الصفحة. وقبل ما نخش على المميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب. هنيجي نبص على مميزات الهاتف، وطبعا اول ميزة هنتكلم عليها هو المعالج اللي حرفيا جبار، وزي ما اتكلمت قبل كده اي حاجة تتخيلها هيقدم لك فيها اداء ممتاز. برضو الشاشة بالمميزات اللي فيها
هتاخد منها تجربة كويسة جدا. الكاميرات الخلفية فيها مثبت الكتروني وبصري ودي حاجة كويسة جدا. بالنسبة للعيوب فالهاتف مش بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي، والهاتف مش بيدعم منفذ السماعات. طيب خلونا دلوقتي بعد ما قلنا كل حاجة عن الهاتف نعرف سعر الهاتف، ولكن خد بالك ان السعر في مصر وفي السعودية اللي هيتقالوا دلوقتي مجرد اسعار احنا متوقعينها، لان الهاتف لسه منزلش مصر ولا السعودية. الاسعار دي لنسخة 256 جيجا مع 16 جيجا رام. الهاتف تم اطلاقه في الصين بسعر $560. السعر اللي احنا متوقعينه للهاتف في مصر 15,000 جنيه. السعر المتوقع في السعودية 2300 ريال. كده تمام قوي، ولكن هي افضل منافس للهاتف ده في نفس فئته السعرية عندنا هاتف شاومي 12، الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف اوبو رينو 9 برو بلس. اول حاجة هنقارن المعالجات، وهنا اوبو بيجي بمعالج سناب دراجون 8 بلس جين 1، والشاومي بيجي بمعالج سناب دراجون 8 جين 1، وهنا يعتبر اداء الاتنين حرفيا زي بعض، ما يغركش فرق الاسماء، يعني الاتنين في الاداء زي بعض. هنا يعتبر الشاشتين زي بعض، شاشة اموليد بجودة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز، وهنا الاتنين زي بعض. اوبو بيجي ببطارية 4700 ملي امبير، وشاومي بيجي ببطارية 4500 ملي امبير، وهنا بطارية اوبو تتفوق. اوبو بيدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، وشاومي بيدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، وهنا اوبو تتفوق. طيب دلوقتي بعد ما عرفنا المقارنة السريعة ما بين الجهازين، خلونا بقى نعرف فرق السعر ما بين الجهازين. بس خليك عارف ان الاسعار اللي هتتقال دلوقتي للجهازين اسعار احنا متوقعينهم، لان الاتنين لسه ما نزلوش مصر. سعر اوبو المتوقع نسخة 256 جيجا مع 16 جيجا رام 15,000 جنيه. سعر شاومي المتوقع نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 14,000 جنيه. من خلال موقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسميه للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الاجهزه وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب موبي سي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه. وفي نهايه الفيديو لو في اي هاتف معين عايزيننا نعمل له مراجعه اكتب اسمه في التعليقات. وكمان مستني اراك في هاتف اوبو رينو 9 برو بلس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه.